عقلي مش عارف يهدى يا بشيخ. مش جايز الشمعيين عرفوا ان داهش هو اللي هرب جوهره، فعشان كده قبضوا عليه؟ لا جوهرة ولا داهش يهموا الشمعيين في حاجة. جوهرة دي مجرد ورقة ضغط بيستخدموها ضد والدها زي هي ما قالت، وداهش ده مجرد خديم من الجن، عندهم 1000 زيه. انت بتفكر في ايه؟ انا شايف ان الموضوع بقى اكبر مننا احنا الاتنين يا ابو الحطاب. تقصد ايه؟ احنا لازم نحط الموضوع ده بين ايدين مولانا السلطان ونشوف قراره ايه. هو ده الموضوع كله من بدايته لحد اللحظة اللي احنا فيها دي. وزير شاهين، ايه رأيك في الكلام اللي قاله جودر ده؟ كلام في غاية الخطورة يا مولاي. الكنوز دي لو بالمواصفات اللي بيوصفها السيد جودر تبقى أسلحة فتاكة ممكن تدمر شعوب وحضارات. بالظبط. لكن السيد جودر ليه ما أطلعش مولانا السلطان على الموضوع قبل كده؟ رغم إن كان عندك فرصة تثير الموضوع بين إيدين مولانا ساعة حكاية جراب الطعام دي. اصل الموضوع في بدايته كان عادي، مهمة شخصية واتكلفت بيها وبمقابل مادي مجزي. وانا الحقيقة يا مولاي ظروفي ساعتها كانت صعبة جدا من كل ناحية. لما بدأت أدرك خطورة الموضوع كانت الأمور بتجري ورا بعض ساعة بعد ساعة. تعرضت للغربة والموت أكتر من مرة، وفي كل مرة كان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينجيني. بس حسيت إن هي دي اللحظة المناسبة اللي أعرض فيها على جنابك الموضوع كله. واحد غيرك يا جودر كان ممكن يحقق ثروة طائلة من ورا جراب الطعام ده، بس انت فضلت تتوجه للفقراء والمحتاجين، وده في حد ذاته سبب كفيل يخليني أثق في كل كلمة انت قلتها. احنا من ناحيتنا هنعمل كل استعداداتنا. ارفع يا شاهين درجة الاستعداد القصوى بين الشرطة والجيش. أمرك يا مولاي. وكتاب حل الرموز يا مولاي اللي شرحت لجنابك علاقته بالكنوز. ما انت قلت انك بتدرس فيه انت والشيخ الحطاب. تمام يا مولاي. كملوا دراستكم للكتاب، جايز توصلوا لحاجة مهمة تقدر توقف الخطر الداهم بتاع الكنوز. كل ما توصل لحاجة مفيدة بلغني بيها أول بأول. أمر مولاي. وزير شاهين، مولاي. أول ما ينتهوا من دراسة الكتاب استلموا من جودر واحفظوا في خزانة من الخزانات السرية تحت الأرض. تحت أمر مولاي. احنا المفروض نهدى بقى، ومفيش داعي للقلق ده بعد ما أطلعت مولانا السلطان على الموضوع ده. احنا بقى نقلق ونخاف لو لا قدر الله فقدنا الكتاب، لكن طول ما الكتاب معانا اطمن. اطمن ازاي بس يا ابو الحطاب؟ الشمعيين ما عندهمش لا مبدأ ولا اخلاق ولا ضمير، وداهش اللي عارف مفاتيحهم احنا ما نعرفش عنه حاجه ولا نعرف حصل له ايه. إن كان على داهش سهلة. سهله؟ سهله ازاي يعني؟ العزيمة اللي في الكتاب ده مفيش روحية تقصدها بالاسم تقدر تتخلف عنها، ولو في أي معوقات العزيمة نفسها ترفعها. ازاي؟ تعال هنا جنبي، أنا هقول لك يا سيدي. اعتبرها تدريب روحاني ليك. اقعد هنا وفكر وركز وقول العزيمة اللي هنا في الكتاب، وانت على داهش بهمة. اتفضل. بسم الله. استجب يا داهش، استجب يا داهش بحق النور المحتجب عن خلقه في علو شموخه، صاحب القوة والقدرة التي لا يعجزها شيء. استجب يا داهش، استجب يا داهش.
سيدي جودر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اخي 100 مره اقول لك ما تظهرش فجاه كده. ايه يا سيدي، انت شفت عفريت ولا ايه؟ لا شفت بني ادم. في بيتك وقعت قلبي. المره الجايه بقى اقول احم. احم.